الله ينور. عليك. روتين تنظيف العربية النهارده ده؟ ده كان متبهدلة نهائي. متبهدلة خالص. طبعا يا جماعة دي عربية أكل عيشنا، واحنا بنحاول نعمل لها يوم تنظيف كده، يوم حلو كده. طبعا خاطر الناس عايزة تعرف حياتنا ايه وقصتنا ايه. احنا الميكروباص اللي انتوا شايفينه ده اللي هو السبع راكب. انا طبعا ده بتاعي، وكنت شغال بيه في شركة أدوية، ودلوقتي طبعا شركة الأدوية طلعت منها صفت. عشان هعمل ايه طيب؟ هقف؟ لا، طلعت معايا دورة حضانة، بودي أطفال الحضانة وكده. زائد شغل عليك كده، عشان الناس تقول لك ايه؟ انتوا مش وراكم شغلانة؟ مش وراكم معرفش ايه؟ والله العظيم شغلنا، والله بنشتغل. واليوتيوب ده بس يعني مساعدة لمصدر الدخل. يعني احنا الحياة صعبة، الناس بتمر بأزمات، والله العظيم الحياة صعبة. يعني انا خليكم معايا كده، خليكم معايا كده. فيها السفنجة هنا؟ مش عارفة اشوف كده. معايا السفنجة هنا. طبعا الله يرحمه الشيخ الشعراوي، الله يرحمه. ربنا يرحمه. طبعا احنا ورانا مزرعه، حتى المزرعه كده مزرعه الفراخ دي اللي عامله الصوت وعامله القلق هنا. فمعلش لو اصوات الطيور دخلت، ربنا رب يبارك لاصحابها. ف علينا خلاص. انت ماشي الشجر كده، بوريهم المنظر الطبيعي. احنا هنا يعني بنحاول على قدر الامكان نعمل العربيه، واحنا بنشرب شاي كده. نقعد كلنا يا جماعه. ايه رايك في الشاي اللي انت بتشربه ده؟ ايه؟ عسيل اللي عاملاه. عسيل بقى عامله الشاي؟ ان شاء الله. وانا اقول الشاي حلو ليه يعني؟ يا جماعه اهو عند نسايبي وطبعا ام وفاء كانت زعلانه، وحاولنا ايه؟ خلاص بقى حاولنا نرضيها، وانتوا برضو كلامكم المحترم. ما عشان حبايبنا مش نقدر نزعل. انتوا كلامكم المحترم ده على عيننا وعلى راسنا. فده زي ما قلت يا جماعه كده، هو ده شغلنا وده حياتنا ودي عيشتنا. لا بنتصنع ولا بنقول لك احنا يعني راكبين عربيات بقى فخمه اهو. عيانا بيانا، والحمد لله فضل من ربنا ونعمه. والله فضل من ربنا ونعمه. الحمد لله. واخدين بالكم؟ احنا كده بنعمل ايه؟ شويه تنظيف كده. ف نقعد كلنا، ربنا يصلح لنا ولكم الحال. دايما تكونوا دايما يعني، او احنا نكون دايما عند حسن ظنكم، وانتوا احسن يعني نعمه في حياتنا. طبعا ربنا اداها لنا المشاهد المحترم. وطبعا اللي بيصورنا ام وفاء معرفش بقى ظابطه الكاميرا مش ظابطاها الكلام ده، فمش عارف. لا ان شاء الله مظبوطه. مظبوطه؟ حلوه. طيب على البركه. خلاص كده وقفي كده. طبعا ام وفاء ايه صورتني، قلت ما لا الجندي المهول ده برضه لازم يظهر معانا كده. وطبعا في وسط الاجواء الحلوه ديت والشجر والخضره، ولو طلعنا بره خالص هنلاقي الاراضي الزراعيه. مكان جميل ما شاء الله زيكم كده، ناس محترمه. وطبعا صورتنا المتواضعه. الواحد بيجي ينسى نفسه هنا. ايه؟ حلاوه المكان. الواحد فعلا بينسى نفسه والله. ايه؟ هسيبها عايزه تقعد هنا في بيت ابوها اهو. الكلام ده قدامكم اهو، عشان خاطر لما تيجي تزعل يبقى انتوا عارفين الكلام على ايه. تمام؟ دي الصوره بتاعتنا اهي. احنا يعني ايه حاجه كده على قدنا. ربنا يصلح لنا الحال يا رب. ف مش عايزين نطول عليكم، هنختم معاكم ايه الفيديو ده. وايه رايكم كده ايه لما يعني، طب بصوا خلينا لما نختم بقى واحنا منضفينها خالص تظهر معاكم بقى بالشكل النهائي يعني. تمام؟ تقول انت شاطر ولا لا؟ حلو كده.